الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه بوصفه جميله وحلوه قوي ولذيذه. يا ترى انا باكل ايه؟ عارفين انا باكل ايه؟ باكل كده حاجه كده خرافه وطعمها جميل. معايا بطايه بتنجانيه. هتعملي ايه يا عيله سيما؟ هقول لكم هعمل ايه دلوقتي انا قشرت البطايه وهسلقها على النار. تمام، يلا بقى. لو لسه اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة، ولو وتابعيني على صفحة البيج عيلة سيما. وما تنسيش بقى تعملي لايكات وتجولي كده في القناة وصفحة البيج، وبإذن الله هتعجبك. نروح بقى نسلق البطاطس. دي بقى لحمة مفرومة انا كنت معصجة وشلتها. دلوقتي بقى ايه؟ اطلعها واسخنها. ومعايا دلوقتي بشاميل برضو كنت شايلاه. قلت ايه، تعالوا بقى نعمل وصفة جميلة وحلوة أوي. دي على فكرة جبنة. البتنجانية أنا شوحتها على النار، سبتها ايه تشوي على النار. ادي اللحمة المفرومة هي على جنب، والبطاطس سلقت، ودي البشاميل هحطها على النار تسخن. ومعايا دلوقتي هنبدأ نعمل ايه؟ البطاطس لو انت عندك جبنة مثلثات ماشي، عندك وجبنة برضو العادية تمام. بس انا ما عنديش مثلثات. نزلنا بقى بالجبنة دومتي هنقلبها مع البطاطس هي خلاص مستوية وكل حاجة، ومصفين منها المية وحاطين لها ملح وكده. دلوقتي بقى نزلنا بالزبدة وهنحط لها قولي معلقتين لبن. هنقلب مع البطاطس والجبنة ونقلبهم مع بعض. شايفين؟ الله، ريحتها حلوة وطعمها جميل. يا سلام بقى لو تعملي الحركة دي للعيالك في المدرسة بالسندوتشات بقى تبقى خطيرة. خلينا في الوصف. دلوقتي بقى هنقلب البطاطس مع الجبنة باللبن. خلاص انا هرستها. نبدأ بقى ايه؟ نحط لها فلفل اسمر، يعني معلقة صغيرة، ومعلقة مرق دجاج فورية. خلاص قلبنا كل الكلام ده. تعالوا بقى نبدأ الوصف، تكملة الوصف. شايفين؟ وصفة سهلة وجميلة. نجيب بقى البتنجانية اللي احنا شويناها على البوتاجاز، نقشرها خالص ونشيل كل القشر ده. وانا هقشرها عشان مش عايزه اخد منكم وقت في الفيديو، مش عايزين نكبر الفيديو بقى وكده وتزهقوا. خلاص انا قشرت البتنجانية وهقطعها بالسكينة، هفرمها يعني. شايفين؟ جميلة، ويعني وصفة جميلة وسهلة، مش هتاخد منكم اي وقت. لو انتوا زهقانين من اللحمة والفراخ والكلام دوت، احنا نعمل وصفات دي اخر الشهر. وكل الحاجات موجودة معانا في التلاجة. يعني انا ما عملتش حاجة. يعني البشاميل انا شايلاه في الفريزر، اللحمة المفرومة نفس الكلام، يعني كل حاجة طلعتها من التلاجة. هنقلب بقى. هنقطعنا خلاص، فرمنا البتنجان بالسكينة. هنبدأ بقى ايه؟ نلم كل الكلام الحلو دوت وهنزله في الطبق. شايفين؟ يلا بقى، لو لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتابعيني على صفحة البيج عيلة سيما، وتجولي كده في البيج عيلة سيما كده وايه، وتعملي شير ولايكات. تمام. خلاص احنا عملنا البتنجان، هرسناه خالص، فرمناه. دلوقتي صوص البشاميل اهو سخناه، وتعالوا بقى نفضيه في البولة ديت. انا على فكرة ما بسيبش ولا فتفوتة. تلاقوني ايه بقى بالسجولة دي بنزل كل الحاجات اللي موجودة في البتاع، معرفش في ايه. يعني ما بحبش ارمي حاجة صراحة، الحاجة غالية وما ينفعش ان احنا نرميها. خلاص تعالوا بقى نجيبنا البايركس الصغير على مقاس اللي انت عايزة بقى تكبري. عايزة تعملي الكمية كبيرة تكون البايركس اكبر، الصينية اكبر كده يعني. بس انا عملت على صينية يعني ولا كبيرة او ولا صغيرة او. على فكرة يعني تنفع وجبة غدا وجبة عشاء خطيرة. دلوقتي بقى نزلنا بالبتنجان اللي احنا هرسناه، هننزله في البشاميل وهنقلبه كويس. شايفين؟ يلا بقى شجعوني واعملوا لايكات كتير. اهم حاجة اللايكات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وتكملوا الفيديو للاخر بعد اذنكم يعني. خلاص قلبنا صوص البشاميل مع البتنجان، وهنبدأ بقى نعمل الكمالة التانية، كمالة الوصفة. خلاص جبنا بقى بايركس وخدنا منه صوص البشاميل، دهنا بيه في الصينية. نزلنا بقى بالبطاطس والجبنة اللي احنا هرسناهم اول حاجة بقى في قاع الصينية او قاع البايركس.
هنسويها خالص. بصوا ما بسيبش حاجه، بلم. مش عارفه في ايه، شايفين؟ انا بقول لكم بلم الكل اهو. خلاص هنسوي بقى البطاطس اللي بالجبنه ديت اللي احنا عملناها. ننزل بقى بايه؟ باللحمه المفرومه المعصجنه. شايفين لما بنشيل حاجه في التلاجة وبعدين نرجع بقى نحطها ونعمل لها وصفه تانية بتبقى خطيره. خلاص نزلنا باللحمه المفرومه سويناها كويس. هنبدا بقى ننزل بالصوص البشاميل. هنحط بقى رشه جبنه من فوق. يلا نزلنا بقى بالصوص البشاميل بالبتنجان المشوي. شايفين؟ نبدا بقى نسوي السطح خالص ونبدا بقى نخبطها 3 خبطات، بس مش خبطه نكسر البتاع، لا خبطه بالراحه عشان نطلع منها الهواء. 1 2 3 اهو. خلاص ندخلها الفرن، نرش شويه جبنه من فوق كده، وهتقعد نص ساعه كل حاجه اوريدي مستويه، يعني يا دوبك بس تاخد وش مش اكتر. يعني سهله وسريعه وجميله، ويعني تنجزنا في الوقت الحر اللي احنا فيه ده. تعالوا بقى ندخلها الفرن، بوريكم الشكل بقى بالمنظر. يلا بقى ندخلها الفرن وتعالوا نشوف الجمال والحلاوه دي. يلا شايفين؟ رشنا عليها رشه فلفل اخضر. لو عندك بقدونس رشه عليها، بس الصراحه البقدونس غالي وانا محبتش ان انا اجيب. تعالوا بقى نطلع غرقانه بالبشاميل وخطيره كده، حاجه كده سايحه نايحه زي ما بيقولوا. يعني تاكليها بعيش، تاكليها بالمعلقه، زي ما بتحبي. انا عن نفسي هاكلها بالمعلقه، اي اللي بقى ياكلوها بالعيش ياكلوها باي حاجه براحتهم. شايفين؟ خطيره خطيره خطيره، بوريكم جميله. لو انا يعني مش مستعجله على الفيديو كنت سبتها تبرد وكده، بس انا ما حبيتش بقى ان انا مستعجله على الفيديو وعايزه اصور وعايزه اخلصه عشان اوريكم الطعام قد ايه طعمه وحلوه وخطيره وجديده، واول مره حاجه نعملها كده بتبقى سهله وسريعه وبالطعامه دي. في ايه لما نجرب وصفات يعني من كل حاجه موجوده في البيت، يعني مش هنجيب حاجه من بره. خطيرة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك استنوني بقى بالفيديوهات اللي جايه ولايكات بقى. مع السلامه. شايفين؟ عايزه اوريكم ان الحاجه السخنه بس الطعمه، انا بقى مش مستحمله عايزه اكل برضو. يلا بقى استنوني في الفيديو اللي جاي. لو شايفين المحتوى مفيد ما تنسوش تشتركوا في القناه. ومع السلامه وباي باي، واستنوني للفيديو اللي جاي.